حاجه لسه جايه بشنطه السوق اهي، والله ما عملت اي حاجه، جيت يا دوبك كده اكلت لقمه وقلت بقى اقوم اعمل المشتريات معاكم ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. يلا بينا. يا صباح الفل وصباح الهنا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلت معاكم، بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. ونصلي على الرسول، معانا فيديو مشتريات النهارده وهنقول فيه افكار حلوه قوي. وحط اللايك واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني في بيتك اجمل مع سوسه، وان شاء الله القناه دي تكون عوض اللي راحت باذن الله. يلا بينا يلا بينا. وحشتني كومنتاتكم القمر. اول حاجه جبتها وهي البطاطس، وعايزه اقول لكم ان الاسعار بصوا اليومين دول يعني في حاجات رخيصه وفي حاجات غاليه شويه. الكيس طبعا مربوط ربطه السنين، فهحاول ان احنا نقطعه. بصوا كده البطاطس كان سعرها 10 جنيه. حلوة قوي يعني، كان سعرها 10 جنيه. انا شايفاه ان هي نزلت شويه، كان ال2 كيلو ب25، فانا شايفاها ان هي نزلت شويه كده. دول جبت 4 كيلو بال40 جنيه، 4 كيلو بال40 جنيه، فحلوين قوي. شايفاهم ان هم يمشوا الاسبوع وشويه كمان واكتر. جبت ايه تاني؟ جبت كيلو ونص من البصل، والبصل كان سعره، نشيل ده على جنب كده. البصل حلو قوي قوي وناشف كده وجميل، وكان سعره اللهم صل على النبي، كان سعره 10 جنيه. جبت الكيلو ونص ب15 جنيه. شايفاه حلو ان هو يكفي اكتر من 15 يوم بالنسبه لنا. تمام. دول كده كيلو ونص، ممكن بقى يكفوا معاكي انت اسبوع، 10 ايام، شهر، زي ما تحبي. الكيلو ونص كان ب15 جنيه، والبطاطس دي ب40 جنيه. تمام. انا بطلع من الشنطه اهو علشان ايه؟ انا لسه جايه من السوق حالا، والنهارده يا بنات مش يوم السوق، يوم السوق اللي هو الاساسي انا ما روحتش، كان عندي ظروف وكنت بوصل ماما وكده فما روحتش، فده يوم الاحد. جبت ايه؟ جبت ربطه جرجير، وربطه الجرجير دي كانت عامله 5 جنيه. قلت لها اللي ينفع تديني 2 ب5؟ قالت لي لا الربطه ب5. قلت لها طيب. جبت الخيار، والخيار البلدي ده الكيلو كان عامل 15 جنيه بس صابح وحلو، كان الكيلو ب15 جنيه. جبت كيلو. فحطي اللايك بقى لو وصلتي معايا لحد هنا، اوعي تنسي اللايك. خلينا جبنا ايه تاني؟ مشي على قد بيتك، اوعي تنسي من حصاله رمضان. مفيش واحده فينا بتروح البيت نشيل اجره التوك توك على جنب، نشيل لنا 10 جنيه احنا على جنب، 5 جنيه، 50 جنيه، زي ما توفري. ما وفرتيش حاجه السوق ده، نوفر السوق اللي جاي. نحاول ان احنا الحاجات المتراكمه عندنا مش نجيب علشان ما تخلصي، لا ممكن تخلص ونجيب عادي غيرها. وممكن الصابون بريحه والحاجات الناس بتجيبها كميات وتركنها دي، ممكن نجيب مثلا دستة صابون، ولو خلصت نبعت حد للمحل ولا السوبر ماركت يجيب لنا، ونوفر حق الصابون اللي بنجيبه يتراكم. يعني انا بشوف ناس بتقول لي والله انا بجيب صابون على صابون، والله مش عارفه بجيب كرتونه قرع على كرتونه. ليه يا جماعه؟ وفروا، هاتوا حاجه ثانيه، جددي في بيتك باقل الامكانيات. جبت قلت لكم كيلو خيار. جبت بقى البتنجان، والبتنجان انا عندي بتنجان من اللي هو الرفيع، ولسه موجود في التلاجة، ما عملتش بيه حاجه صراحه. فجبت البتنجان ده. عايزه اعمل بقى ايه يا بنات؟ عايزه اشوي البتنجان ده على النار واعمله كده بحته طحينه وحبه قرن وقرن شطه، هيبقى تحفه ان شاء الله. هعمله معاكم. جبت دول كيلو، حطيت لي ده عشان تكمل ميزان الكيلو، والكيلو كان عامل 15 جنيه. حاجات اللي تكفيكي واللي تمشي بيتك وتخلي بيتك دايما مستور. انا من اساسيات البيت عندي، ويمكن تضحكوا عليا، مش اللحمه والفراخ خالص والله، من اساسيات البيت عندي الطماطم، البطاطس، الرز. كده انا في قمه السعاده. ليه بقى؟ الطماطم والبطاطس والرز طبخه، فاهمين؟ ممكن اعمل حبه رز جنبهم اي نوع طبيخ، طماطميتين مع بطاطستين مع صينيه رز، قضينا وجبه. حبه بطاطس محمرين، طبق سلطه، فاهمين؟ فيعني ممكن، يعني بقول لكم الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال وينصر اهل فلسطين يا رب، اللهم امين. جبت الطماطم دي، والطماطم كان الكيلو ب20 جنيه. طماطم بصوا راحه بلا رجعه مش عارفه هي راح توصل لحد فين، 30 جنيه بقى ولا ايه؟ ربنا يستر يا رب وربنا ييسر الحال. وده كان الكيلو ب20 جنيه. جبت كيلو ونص ب30. ليه؟ عشان دايما اقول لما تكون الطماطم رخيصه نجيب عدايه، نجيب نص عدايه، نجيب 10 في 10 او 5 و5 ونفرزهم في الفريزر، هينفعونا. هنيجي وقت زنقه الطماطم غاليه زي كده، هنجيب كيلو، هنجيب نص كيلو، هنجيب اللي احنا عايزينه، هنجيب ب10 جنيه، نجيب ب20 جنيه، يمشي السلطه بتاعتنا.
دايما اما تلاقي اسعار الطماطم رخيصه اوعي تستنهزي الفرصه دي، خديها على طول. خدي طماطم، فرزي، حطي في الفريزر، اعملي صلصه، يعني بصي هتنفعك بجد. فجبت كيلو ونص بال30 وحلوين، لان انا عندي طماطم في التلاجة وعندي طماطم الحمد لله في الفريزر بس قربت تخلص صراحه فزعلانه، فاهمين؟ طيب جبت ايه تاني؟ جبت ليمون. حطي اللايك، شايفاكي وانت عماله قاعده كده مستنجمه وبتسمعي الفيديو من غير ما تحطي اللايك. حطي اللايك وادعي لي كده ربنا يا رب يجعلها القناه دي فتحه خير عليا، وان شاء الله نفعلها مكان القناه اللي راحت. جبت ليمون، اللهم بارك، حلو جدا. والنص كيلو كان ب10 جنيه، النص كيلو كان ب10 جنيه. جبت نص كيلو ب10 جنيه. والليمون انا بحبه يفضل عندي، اعمل عصير ليمون بالنعناع، نعصر على بتنجان، نعصر يعني ما بستغناش عنه، سمك، حاجه زي كده، فيبقى عندي الليمون على طول. طبعا انا مش من النوع اللي بحب افرز الليمون ابدا صراحه، يعني في حاجات زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان انا في حاجات بحب افرزها وفي حاجات لا. جبت الليمون والنص كيلو كان ب10 جنيه، وهحسب معاكم كل حاجه دلوقتي. لا ده مش هنفتحه، ده ب15 جنيه شعريه. بص ما شاء الله اللهم بارك، داخل على الكيلو والله. ب15 جنيه شعريه فرط. ودايما بقول برشح الحاجه الفرط من عند بتاع العلافه او السوبر ماركت، لو عنده فرط بيوفر جامد وحلو قوي. تمام تمام. بصي هقولك على حاجه، يعني احنا ممكن نكون نستغرب حاجه قوي، يعني انا مثلا بقالي سنين بجيب شعريه اكياس مثلا، واجي اجيب فرط مش عارفه، لا مش حباها، مش عارفه استعملها، فلما تلاقيها توفر معاكي مره واتنين فهنجيبها. فهي اول حاجه ان انت مثلا تكوني متعوده على روتين وترجعي تغيريه خالص، فده بتكون حاجه ايه صعبه، بس لما بتلاقيها بتوفر عليكي. وممكن نجيب مثلا مكانها، ممكن نوفر من دي 5 من دي 10، فتلاقي الدنيا اتظبطت معاكي. عملتوا ايه في حصاله رمضان؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وعملتوا ايه في البوكس بتاع رمضان ان احنا بنحضر ليه ان شاء الله. وفري وانت ماشيه، عارفه واحده عندك في الحته، عارفه واحده بتجيب حاجات، اديها ال20 اللي معاكي، اديها ال50 اللي معاكي. هاتيلك دسته كوبايات، هاتيلك دسته معالق، هاتيلك طبق بلاستيك للسلطه حلو، هاتيلك مج ليكي انت تشربي فيه. اوعي تستخسري في نفسك حاجه. ومش منعنا ان احنا بنعمل فيديوهات توفير ان احنا نحرم نفسنا ونكون ان احنا ما نجيبش اللي احنا عايزينه. طيب جبت جوافه. الصراحه انا بحب الجوافه عصير، جبتها والكيلو كان عامل 25، جبته من الست ب20 بعد يعني ايه ما اقتنعت شويه، جبته ب20. وصراحه جبت كيلو من الجوافه لان انا هعمله عصير. تمام، هي جامده وحلوه وجميله بس احنا بنحبها عصير. جبت كيلو، هعمل شفشق عصير كده كبير بكوبايه سكر يكفوا بصوا الدنيا كلها، وكله هيشرب ويتراضى، بدل ما ناكلها كده وده يطول وده ما يطولش. فاعملي شفشق عصير كده بعد الغدا يبقى عسل عسل عسل. طبعا انا بديكي افكار وانتي اعملي، انتي حره. تمام، الحمد لله على كل حاجه. جبت كيلو من العنب، بس ما شاء الله يعني الولاد كلوه عبال ما ايه غسلوا كده وكلوا، عبال ما بصوا هو باين في الكاميرا اهو. الكيلو ب30 جنيه، الكيلو العنب اهو ب30 جنيه. جبت كيلو، وجبت كيلو جوافه ب20، يبقى 50 جنيه فاكهه حلوه قوي قوي، رضا ونعمه من الله على صينيه كيكه في نص الاسبوع، وكده الدنيا هتمشي. طيب جبنا ايه تاني؟ حط لي اللايك بقى، حط اللايك وصلي على الرسول اللي هيشفع فينا وفيك ان شاء الله يوم القيامه. طيب جبت ايه؟ جبت ب10 جنيه لوبيا. بص بقى، انا كنت بجيب ربع لوبيا، ربع فاصوليا، ربع حمص، ربع مش عارفه ايه. الربع بيفيض ونحطه في التلاجة ونسخنه، مش بيبقى لطيف الاكل البايت عامه. يعني لو قعد يومين كده في التلاجة لا، انا مش من النوع اللي بحب الاكل يبيت كتير. فقررت ان انا اشوف فكره اللي هي ب10 جنيه، ب10 جنيه لوبيا، ب10 جنيه فاصوليا، ب10 جنيه حمص. فب10 جنيه صراحه بيبقى حلو قوي. بنعمل الطبقين للغدا، لو اتبقى حاجه بنسخنها جنب الاكل تاني يوم ومية مية. لكن الربع كيلو فعلا كتير علينا في الحر ده، ودايما اقول لك ما تبصيش لحد يقول ب10 جنيه، هاتي ب10 جنيه لوبيا و10 جنيه فاصوليا الدنيا هتمشي. جبت ب10 لوبيا لان انا عندي فاصوليا صراحه. ب10 جنيه لوبيا اهو ما شاء الله، ما تخمريه وتعمليه كده بطماطم بصلصه هيبقى حلو جدا. جبت ايه بقى؟ جبت عدس اصفر، وبقالي فتره صراحه نفسي اكل عدس اصفر كشري. جبت ربع كيلو لان انا بحط عليه ربع رز.
تمام. بصوا بقى، بعد ما جبت العدس ده لقيت الراجل حاطط نوعين من العدس، حتى هتلاقوا هنا في فرق شويه، ده مستورد ده بلدي. فالراجل قال لي المستورد ده مش بيبقى ليه طعم قوي زي البلدي. فانا بعد ما اشتريت ده من حد فلقيت ده محطوط عند الراجل حد تاني يعني، فقال لي ده بلدي الربع كيلو ب20 جنيه بيبقى طعمه احلى من ده، فجبت ب10. مش عارفه احطه على ده ولا اعمل ده لوحده في مره وده لوحده في مره. فهو باين الفرق اهو، ده غامق شويه وده فاتح شويه، ده الربع ب15، ده الربع كيلو ب20. مش فرقت كتير، بس انا صراحه كنت اشتريت ده فجبت ب10 جنيه من ده اجربه. وده كده جبت عدس، يوم لوبيا يوم عدس يوم صينيه بطاطس، الدنيا هتمشي. يوم مسقعه بالبتنجان الحلو اللي احنا جايبينه ده. ماشي. جبت ايه تاني في الكيسه هنا بعد اللوبيا والحاجات دي؟ جبت تمنه شاي كده، احنا مغرمين شاي بس هي حلوه لان انا عندي. جبت دي ودي كان سعرها 15 جنيه. مش يعني انا مش بطبخ بها دايما، حتى لو ترجعوا كده للفيديوهات بتاعتي مش هتلاقوني بطبخ بماجي دايما، بس فكرت ان انا اجيبها يعني اشوف كده ممكن اطبخ بيها وكده. تمام. ب15 جنيه. انا جايبه الحاجات دي من عند واحد جمله. جبت تمن طحينه ب17 جنيه ونص. تمن طحينه، وانا مش بجيب طحينه في المشتريات لو تعرفوا دايما، بس لقيت التمن ب17 ونص مش حاجه، فقلت له حط لي بال20. ليه بقى؟ للبتنجان القمر ده. طيب جبت ايه تاني؟ مش قلت لك ما تحرميش نفسك من حاجه؟ عدينا على السوبر ماركت وكان معايا يونس، بس بدل معاكي يونس فايه، فهتغرمي لك 50 جنيه ولا حاجه. طيب جبت له ايه؟ جبت له زبادي. تمام. كان معمول عليها عرض ال4 علب ب20 جنيه. وجبت له البسكوته الساده دي، وجبت له الهوزيه دي. بس كده. دي كانت مشترياتنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. صلى على الرسول. هاتي كل اللي نفسك فيه، ما تحرميش نفسك من حاجه. بيكفوك 2 بطاطس في الاسبوع هاتي، بيكفيكي كيلو هاتي. امشي على قدك، حاولي تجددي بيتك باقل التكلفه، ما تضغطيش على نفسك فلانه عندها فلانه ما عندهاش فلانه جابت. امشي على قدك. انا بقول لكم يعني، انا بطلع معاكم فيديوهات وبنصحكم عن تجربه عن نفسي. كنت بحب حاجات السوشيال ميديا والاوردرات والحاجات دي، لقيت نفسي بضغط نفسي وبتعب نفسيا من غير ولا فايده، فاهمين؟ وصلت لدرجه بقى لا ان انت ممكن تروحي تستلفي عشان تجيبي ان الحاجات اللي على النت. اوعي تعملي كده. عيشي على قدك، سيبك من السوشيال ميديا، سيبك من الكلام ده. وكل مره هقول كده عن تجربه. انا جات لي فتره اكتئاب بتاعه اللي هو فقدت القناه بتاعتي وانسرقت مني، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ف اتجهت بقى للسوشيال ميديا والفيديوهات والحاجات اللي هي طبعا احنا كلنا كستات بنحب المشتريات ونحب التجديد، بس مش في مقدرتي ما اجيبش، فاهمين؟ اجيب بس اجيبهم حاجه في حاجه. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. هقول لكم بقى، ما جبتيش زيت ليه يا ساره ولا جبتي حاجات من دي؟ الحمد لله الحمد لله، اللهم بارك، الحمد لله. استنوا، عندي ازازه زيت من اللي هي الكبيره دي، والله يبارك لي في عمرها. ماما كانت جايباها لي وكان مش عارفه صراحه سعرها ايه، كانت ماما اللي جايباها. فعندي وعندي صفيحه سمنه اللي هي دي، شلت لكم الغطا عليها، الغطا ده حلوه قوي يا جماعه. اللي ما جربش بطعم الزبده دي جميله جنه. فالحمد لله. وعندي كيس سكر او 2 هيمشوا الدنيا. وان شاء الله شوفوني في مشتريات قريبا، وهديكم نصايح وهنعمل روتينات حلوه قوي مع بعض. اشوفكم في رعايه الله. واوعي تنسي تحط اللايك وتشتركي في القناه وانت طالعه. بحبكم في الله. مع السلامه. طبعا بقى يوم السوق بجيب رز وسمك. المره دي قررت ان انا صراحه زهقت من السمك اللهم صل على النبي المقلي، فجبت سمك مشوي صراحه، غسلته وظبطته ووديته للراجل شواه وحطه بقى كده في سلوفان. والسمك ده كان سعره عامل 250 يا جماعه، لان انا معايا بودي لحماتي وحمايا وكده. فانت بقى ممكن تكونوا فردين كده. ده كان ما شاء الله الله اكبر سمك بوري. هنا بقى كنا طبعا يوم السوق يا رز وسمك، يا سمك مشوي يا سمك مقلي. فصراحه احنا معدتنا وجعتنا من المقلي، فقررت ان انا اجيب سمك ني واغسله واظبطه واديه للراجل يشويه. شوينا كده السمك. وده كان سمك بوري، اهو، ورز، واحلى بقى طبق سلطه، وكمان مشغله الغساله. لكم ان تتخيل كده. ده كان غدانا النهارده.